بيبدأ فيلمنا النهارده بحلم تريفور البطل بتاعنا، وبيكون اخوه بيجري من ديناصور كبير لحد ما بيقع في بركان، وبينده عليه اخوه اللي للاسف مش بيقدر يلحقه، فبيقوم من نومه على الكابوس ده، فبيفتكر اخوه ماكس اللي مات، بس بيقوم علشان يكمل يومه وبيغسل اسنانه الاول، وبعدها بيسحب عجلته وبيروح على كليته لانه دكتور جيولوجيا، وبيبدأ انه يشرح نظرياته المملة اللي محدش بيهتم بيها خالص. وبعد ما بيخلص بيروح على المعمل وبيلاقي كيت مستنيه، وبيعرفه ان الجامعة هتقفل معمل اخوه ماكس لان ابحاثه مش جايبه همها، فبيقول له انا رصدت شوية براكين نشطة حتى بص، لكن الكلام ده ما بياكلش معاه، فبيقول له ان البراكين دي نايمه من ساعه ما اخوك مات، وبياخد القرار الاخير لقفل المعمل، فبيرجع للبيت وهو متضايق، وبيلاقي اتصال من اليزابيث مرات اخوه ماكس، وبتفكره ان هي متفقه معاه ان هي هتجيله النهارده، لكنه بيكون ناسي، وبيبدا انه يرتب البيت بسرعه لكنها بتوصل قدام البيت، فبيخرج علشان يسلم عليها، وده شون ابن اخوه اللي مش بيحبه خالص لان تريفور مش بيهتم بيه ولا حتى يعرف عنده كام سنه، ولان اليزابيث مسافره فهتسيب ابنها يقعد مع عمه، وهي فرصه يتقربوا من بعض شويه، فبتديله شويه حاجات متعلقه بماكس يمكن تفيده، فبيدخلوا البيت وبيفتح الصندوق اللي فيه الحاجات بتاعت اخوه، وبيبدا يعرف شون قد ايه والده ماكس كان انسان عظيم، وبيديله الحاجات بتاعته لحد ما بيقع في ايده كتاب عن رحله لمركز الارض، ولان ده الكتاب المفضل لماكس بيبدا انه يالف فيه، وعارف ان اخوه كان بيعتبره كتاب حقيقي مش مجرد وحي من خيال، لحد ما بيشوف ان اخوه كاتب نشاط بركاني من زمان في كتابه لمناطق مختلفه، فده اللي بيصدم صاحبنا لان دي اماكن نفس البراكين اللي لاحظ فيها النشاط دلوقتي، فبياخد ابن اخوه بيطير على المعمل بسرعه، ونفس النشاط اللي جمعه هو نفس النشاط اللي اخوه كاتبه في الكتاب ده من 10 سنين فاتت، ولكن الجديد هو نشاط بركان في ايسلندا، وده اللي بيصدم تريفور لان الكلام ده بيثبت الحقيقه اللي كان بيدور عليها هو واخوه، واللي ابنه ما بيكونش فاهم حاجه، فبيقعد علشان يفهمه، وبيعرفوا ان هو وماكس ابوه كانوا بيبحثوا في شويه براكين بتوصل لمركز الارض، وماكس راح علشان يثبت نظريته لكنه مرجعش، وان جه الوقت علشان يسافر ويشوفها، بس الاول طبعا هيبعت شون لوالدته، لكن شون بيرفض وعاوز يروح معاه علشان يشوف اكتشاف والده، فصاحبنا بياخده معاه وبيسافروا، وطول الطريق بيحاول يفك شفرات مكتوبه في الكتاب، وده علشان يوصل لموقع البركان، لكن شون بيشوف الحروف وبيقول له ان مكتوب كلمه سيجور، فبيقول له يبقى ده المكان اكيد، فبيقول له انا كنت مفكره كاسكا من كده، وبيبحث عن الاسم في جوجل، فبيطلع له صوره الراجل اللي بيطلع مدير تنفيذي لشركه ابحاث ميدانيه وبراكين، وبكده تريفور بيفهم ان الشخص ده اكيد يعرف اخوه، كانوا شغالين هما الاثنين مع بعض، فبيعرفوا عنوانه وبياخدوا الطريق علشان يوصلوا له، ومعاهم خريطه لان جوجل ماب ما كانش لسه طلع في الايام دي، وعلشان كده بيفضلوا طول اليوم يلفوا، وحتى لو كان معاكوا جوجل ماب كنت هتفضلوا تلفوا برضه. المهم بيلاقوا يافطه مكتوب عليها معمل سيجور، فبيروح يخبط عليه وبتخرج لهم هانا بنته، فبتعرفوا ان ده بيته وان مفيش معمل ولا حاجه وانها كانت قصه فاشله، فبيعرفها ان اخو ماكس كان ليه علاقه بابحاثه، فبتشوف الكتاب بتاعه وبتعرف انه راسم نفس الحروف اللي والدها كان راسمها، وبتقول لهم انهم كده هما الاثنين بيصدقوا في الخيال وان الكلام ده اكيد مش حقيقي، لكن تريفور بيعرفها ان هو لقى اشاره من مكان بركان، يعني ممكن جدا كلامهم يكون صح، وانه عاوز يطلع على الجبل يشوف الحوار ده، فبتقول له ان هي مرشده الجبال هنا وان هي هتقدر تساعدهم بس كله بحسابه، فبيوافقوا وبيروحوا معاها للجبل، وشون الشاي بيقول لعمه عاوزين نفرح بيك بقى ونجوزك هنا، فبيقول له ياض عيب بقى الكلام ده انت لسه صغير، مع انه بيكون عنده حق يعني. المهم بيوصلوا للمستشعر اللي كان بياخد اشارات للبراكين اللي اخوه كان سايبه، فبيفرح جدا ان هو هيلاقي دليل على التحركات دي، ولكن الجو بيقلب فجاه وبيكون في رعد جامد جدا، وساعتها هنا بتخاف جدا وبتاخد شون وبيستخبوا في كهف، لكن تريفور مش بيسيب المستشعر وبياخده وبيروح ناحيتهم، لكن البرق بيضربه فبيقع من ايده، فبيدخل الكهف اللي بسبب ضربه من البرق بينهار، فبيتصد عليهم وما بيقدروش يخرجوا، وده اللي بيخوف شون جدا وعاوز يحفر في الاحجار دي، لكن عمه بيعرفوا ان هي احجار ضخمه وانهم مش هيقدروا يحركوها، وعشان كده هم هياخدوا طريق تاني يهربوا منه، فبيلاقوا ممرين فبيقول لهم خلينا في اليمين احسن، فبيدخلوا كلهم وراه لحد ما كان هيقع في حفره كبيره، لكن هنا بتلحقه، فبتقول له ابقى خلي بالك لا توحشنا بقى، فبيخرج شمروخه وبيرميه في العمق ده، وبيشوف هياخد كام ثانيه لحد ما يوصل لتحت، وساعتها هيقدر يحدد ارتفاعه، لكنه لما بيولعوا بيلاقيه ولع في صخور حواليهم وكانوا هيموتوا، وساعتها بيفهموا ان في مغنيسيوم كتير في المكان، ولانه سريع الاشتعال عمل كده فمش هيولعوا نار تاني، فهنا بتعرض عليه ياخد العصايه المضيئه دي ويرميها، وفعلا بيعمل كده، وبيقدر يحدد ارتفاع الحفره دي 20 دور، فبيستخدموا احبال هنا في النزول، ولان شون كان خايف فبيربطوه معاهم، بس بيفضل برضه خايف، فهنا بتقدر انها تهديه وبينزلوا مع بعض، لكن تريفور بقى هو اللي بيقع وكان هيموت، لولا هنا برضه اللي بتخليه يقع على بعد متر واحد بس من الارض، وبينزلوا كلهم بامان في النهايه، وبيلاقوا في وشهم كهف فيه منجم مقفول من 60 سنه واتقفل بسبب زلزال كبير، فهنا بتحاول تشغل المحاول بتاع المنجم، مع ان تريفور بيكون رافض الفكره علشان المنجم ممكن ينفجر، لكنها بتشغله بنجاح والمنجم كله بينور، وبتجيب عربيات علشان يركبوا فيها، وبيمشوا في سكه المنجم ده علشان دي اللي هتوصلهم للخروج وبس، فبيطلع الممر ده خطير جدا والسرعه بتزيد وبيكونوا كلهم خايفين لحد ما بيلاقوا ان الطريق مقطوع وان دي شكلها النهايه، لكن هنا بتزود السرعه اكتر وعشان كده بيعدوا الحته المقطوعه دي، وكلهم بيشكروا هنا علشان انقذتهم، لكن للاسف المسار بيتقطع ل3 طرق وكل واحد فيهم بيروح في طريق، وطريق هنا
هانا بيكون خلص وهتقع خلاص، فبتنط في عربيه تريفور اللي طريقه هو كمان بيخلص وهيموت برضه، فبتقول له اتفرج بقى على الطريقه الصح لانقاذ الناس. فبتخرج ادام معاها وبتمسك بيها قضبان الحديد وبتقدر تنط هي وهو، وبيقعوا الاثنين على الارض قبل ما يموتوا. وبيوصل شون متاخر بس بيكون مستمتع بالرحله دي جدا، وبيدخلوا المكان مليان بالاحجار النادره زي الماس والياقوت وكل اللي نفسك فيه. فشون بيسحب شويه من الماس عشان يبيعهم لما يخرجوا من هنا، بس مش هيلحق يتهنى لان هانا اكتشفت ان هم واقفين على صخور هشه جدا وان اقل حركه هتكسرها وهيقعوا كلهم. فبتخلي شون يمشي بالراحه، لكن للاسف بيوقع حته من الماس وبتكسر الحجر وبيقعوا كلهم، وبيفضلوا مسافه طويله جدا بيقعوا لحد ما بيعرفوا تريفور ان في احتمالين، والاول ان الكهف يخلص بصخور وساعتها هيموتوا، او نهايته شويه ميه وساعتها هيعيشوا. وفعلا بيلاقوا ميه وبينزلوا فيها، فبيخرج هو وابن اخوه لكن هانا بتفضل تحت. فبينزل بسرعه يلحقها لان شنطتها تقيله جدا وان ده اللي كان هيموتها. وبعد ما قدر انه ينقذها ويخرجوا هما الثلاثه بالسلامه، بيشوفوا طيور شبه النجوم فوقيهم، فبينبهروا جدا لما بيلاقوها بتنور. فتريفور بيستغرب جدا لان الطيور دي المفروض تكون انقرضت من ملايين السنين. فبيلاقوهم رايحين في اتجاه معين، فشون بياخدهم وبيروحوا وراهم لحد ما بيوصلوا لمكان جميل جدا وفيه شلال ومناظر جميله. وساعتها تريفور بيعرف ان هم خلاص وصلوا لمركز الارض، وبيكون مبهور بكل اللي حواليه. فبيخرج كتاب رحله لمركز الارض، وبيلاقي ان كل اللي موجود فيه هو اللي موجود قدامه. فبيعرف ان العالم ليند بروكيت ده عنده حق وهو اللي عمل الكتاب، وان ماكس كمان طلعت ابحاثه صح وقدر يوصل فعلا لمركز الارض، وده لان اللي كان مكتوب في الكتاب كله طلع حقيقي، وان المكان ما طلعش خيال ولا حاجه، وان والد هانا وماكس كانوا صح ووصلوا هنا فعلا. وبيبداوا يتمشوا في المكان لحد ما بيوصلوا لاخر مكان كان فيه ماكس، وبيكون سايب ادواته هناك. وكمان بيشوفوا مذكرات لماكس كان كاتبها لما كان هنا، لحد ما هانا بتشوف عظم جثته فبتعرف اخوه، فبيروح علشان يجمع العظم ده وبيدفنه على الشط. وشون بيجي وهو حزين جدا لانه ما شافش والده قبل كده، وان هو يوم ما شافه شاف عظمه. وعمه بيبدا يقرا اخر رساله لماكس واللي كان كاتبها لابنه، اللي بيعرفوا فيها ان هو كان بيحبه جدا، وانه كان عاوز يخرج من هنا علشان يقدر يحتفل معاه بعيد ميلاده، ولكن للاسف ما قدرش انه يخرج من هنا ومات. وده اللي بيخليهم كلهم يعيطوا. وبعدها بيكملوا قرايه المذكرات بتاعته واللي مكتوب فيها ان المكان درجه حرارته هتوصل ل 200 درجه، والانسان اخره يعيش لحد 35 درجه بس. وساعتها بيفهم سبب موته لانه ما قدرش يهرب مع انه هو كان عامل خريطه لكن الوقت فات. فبيقرروا ان هم يتبعوا الخريطه بتاعته وهي عبور النهر. فتريفور بيسلم بوصله لابن اخوه لانها بتاعت ابو ماكس، وبيقول له ان هي كانت دايما بتساعده انه يرجع للبيت وخليها معاك. فبيقوموا يجمعوا الادوات من الغابه اللي تحت الارض دي. فهنا بيكون معاها باراشوت بتقدر تعمله شراع، فبيسحب المركب وبيمشوا في نص النهر لحد بالليل، لحد ما بتحصل عاصفه قويه. ومش بس كده، ده كمان في شويه سمك مفترس بيهجم عليهم. فتريفور بيخليهم يضربوا السمك ده علشان يبعد عنهم. في نفس اللحظه اللي بيجي لشون اتصال من امه، فبيقول لهم هو في شبكه تحت الارض، بس السمكه بتقطع الشبكه خالص وبتطير التليفون من ايده، والدنيا بتزداد سوء اكتر لان في وحوش اضخم بتهجم عليهم لحد ما هانا كانت هتتصاب. فتريفور بيطمن عليها والشراع بيكون خلاص هيطير. فشون بيمسك فيه علشان يلحقه، لكن الرياح تحت الارض قويه وبتسحبه لبعيد. وبعدها بيفوق على شط وما بيكونش عارف هو فين، وكمان بيكون عطشان بس مش بيلاقي قدامه غير ميه مالحه. فبتظهر قدامه عصفوره بتنور وبتاخده المكان وهو بيمشي وراها لحد ما بتوصله المكان نازل منه ميه عذبه. فبيشرب منها وبيبدا انه يشوف اتجاه البوصله، وده علشان يقدر يكمل طريقه ويوصل للناحيه التانيه من النهر. ده في نفس الوقت اللي عمه وهانا بيكونوا بيدوروا عليه، وبيبدا انه يقرب منها وبيشيل عنها الشنطه، وبيكون خايف جدا على شون، لكنها بتطمنه وبتقوله ان هو طفل ذكي جدا واكيد هيرجع بالسلامه. في اللحظه دي بيلاقي صبار بيهجم عليهم، فبيقوم يمسكه وبيعرف ان هو بياكل البشر. ولسه بيقول لهانا بيلاقيها متشعلقه في النبات ده، وللاسف بيكون في كتير جدا منه. فبيبدا يحاربهم على قد ما هو يقدر لحد ما بيتمكن في النهايه ان هو يشيل جذر النبات ده وبيقدر يخلص عليهم وبينقذ هانا. وبيقول لها ان هم لازم يمشوا من هنا في اسرع وقت. وبنرجع لشون اللي لسه ماشي ورا الطائر ده لحد ما بيوصل لمجال مغناطيسي كبير واللي بيخلي ان الصخور تطير في الجو، وعلشان يقدر يخرج من هنا لازم يعدي عليها. فبيبدا ينط من واحده لواحده وبيكون مرعوب جدا لحد ما بيمسك في واحده وبتفضل تلف بيه. وساعتها كان خلاص هيموت، بس بيجمع قوته من تاني وبيقدر يقوم وبيعدي الناحيه التانيه. في نفس الوقت اللي عمه بيكون فيه في اتجاه تاني، وبيقرر يعدي نهر سخنه عشان ينقذ ابن اخوه. فهنا بتكون خايفه عليه لان هي حبته، وبتعرفه ان هي هتستناه الناحيه التانيه من النهر لحد ما يجيب ابن اخوه. واللي بيكون كمل طريقه وصل لمكان فيه بقايا عظم ديناصور ضخم، وكمان بيسمع صوت ديناصور حي، واللي اول ما بيشوفه بيطلع يجري والديناصور بيجري وراه لحد ما بيدخل نفق صغير جدا وبيكون مرعوب. من الناحيه التانيه تريفور بيكون سامع الصوت وبيعرف ان شون هنا، فبيجري بسرعه علشان يحدد مكانه، وبيقدر انه يكسر الجدار الفاصل ما بينهم وبيقدر ينقذه في النهايه. بس الديناصور بيطلع يجري وراهم وخلاص قرب منهم. وساعتها تريفور بيقرر انه يضحي بنفسه وبيقدر يدخل منطقه الصخور الرقيقه دي علشان يقدر يوقع الديناصور. وابن اخوه بيكون خايف عليه لكنه بيقول له ابعد لان هو عنده خطه، وبيفضل يجري والديناصور وراه لحد ما الصخور بتتكسر والديناصور بيقع، وهو كمان بينزل معاه
لكنه بيمسك في صخرة في آخر لحظة وبياخد ابن أخوه بيكملوا طريقهم للنهر وبيكونوا عاوزين حاجة يعدوا بيها، فبتظهر لهم هنا اللي جابت فك ديناصور وعاملاه قارب وجاية تنقذهم هي كمان، فبيركبوا كلهم وهم مبسوطين لأن في آخر النهر ده هيكون ملجأ للخروج. بس للأسف بيقعوا في حفرة كبيرة فبتكون ضيقة جدا فبيتحشروا في النص وبيكون فواهب بركان واللافا طالعة عليهم، وتريفور بيبدأ إنه يفكر في حل يرفعهم لفوق ومفيش أي حاجة تعمل ضغط يرفعهم لفوق، فبيبص جنبه وبيلاقي صخور عليها مغنيسيوم وبيكون ده اللي هو عاوزه علشان يعمل انفجار ويرفعهم لفوق. وهنا بيكون معاها 3 شماريخ فبياخد أول واحد وبيجربه لكنه بيفشل، فبياخد كمان واحد وبرضه بيكون نصيبه الفشل، فبيعرف إن هو لازم ينزل لتحت شوية، فهنا بتربطه بالحبل بتاعها علشان يكون في أمان، وبيمسك آخر واحد وهو ده أملهم الأخير، فبينزل وبيشتغل وبيولع في المغنيسيوم واللي بيعمل انفجار وبينزل مية على اللافا، وده اللي بيعمل ضغط عالي وبيرفعهم لفوق كلهم، واللي بيفضلوا طول الطريق ده مرعوبين لحد ما بيقدروا يشوفوا السماء قدامهم وبيقدروا يخرجوا وهم مبسوطين من فوهة البركان، واللي بيتزحلقوا على حافة الجبل بفك ديناصور لحد ما بيدخلوا في بيت مزارع ايطالي وبيعرفوا ان هم في ايطاليا والمزارع بيتخانق معاهم، فشون بيديله مسا من اللي خدهم من جوه، وبسبب الثروه الكبيره دي بيروح بعدها للمعمل اللي كان هيتقفل وبيعرف كيت انه مش هيشتغل في المعمل ده لان هو هيفتح واحد مع هانا، واللي بنعرف ان هو حبها وقرر يعيش بقيه حياته معاها. وفي النهايه والده شون بتوصل بعد رحله سفر طويله وابنها بيعرفها ان هو استمتع جدا وبيقرر يقضي الاجازه الجايه مع عمه، واللي بيديله الكتاب بتاع والده اللي عن مدينه اطلانتس الضائعه وشكلها كده مغامره تانية، فشون بيخرج العصفوره اللي ساعدته وبيعرف والدته ان هو هيربيها، وطلع انه خدها معاه من الكهف علشان حبها. وبكده بيخلص الجزء الاول. لو الملخص عجبك ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.